يعني الشقة ورانا ورانا. حتى لو ما فيش شقة احنا بندور عليه، بننقش عليه كده بايدينا كده. انت فين؟ تعالى، انت وحشتنا. بجد انا في اليوم ده اتنفخت على الاخر. مش عايزة اقول لكم التعب اللي انا كنت فيه. كان ورايا شغل كتير جدا، وكان يوم سوق وكده، فكان ورايا حاجات كتير. تعالوا بقى اما نشوف النهارده هنعمل ايه. هنعمل غدا ونعمل اكل لتاني يوم. وكمان لو انتي احترتي في الحلل الاستانلس بتاعتك تلمعيها ازاي، والصواني الاستانلس، اي حاجه استانلس عندك احترت ان انتي تلمعيها ازاي. كمان لو فيها بقع صدى اي حاجه هقولك بمكون ب3 جنيه بس، هتنضفيها وتخليها تلمع كده وتبرق وتبقى زي الفل. مش هتصدقي ان هو ده عمل كده. فخليكي معايا بقى في الفيديو، حطي لي لايك وكومنت حلو منك كده، واشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوفي القناة. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة، انا كنت لسه جاية من السوق. ما غيرتش هدومي اصلا، انا قضيت اليوم كله بالهدوم دي. مش عارفه، حسيت ان الواحد مضغوط ومش فاضي اصلا انه بقى يغير هدومه وكده، فانا قلت مش مشكله. طبعا كلنا عارفين ان النهار الشتاء قصير قوي، مش بنلحق نعمل فيه حاجه. تلاقي طول النهار عماله تجري وتلف كده ايه حوالين نفسك، ما انتش ملاحقه من هنا ولا من هنا. فانا هقول لكم بس على الاسعار كده مبدئيا، يعني حاجه كده سهله. ربنا يعين الناس كلها يا رب. الاسعار اليومين دول حاجه كده مش معقوله، مش معقوله بجد. فربنا يرزق الناس كلها وربنا يعيننا، عشان بصراحه الدنيا بقت صعبه جدا، واللي عنده حاجه يحافظ عليها ويمسك فيها بايديه واسنانه. يعني ما يفرطش فيها ابدا مهما كانت. هيجي يوم وتحتاجيها، هيجي يوم كده وتقعدي تدوري عليها علشان تلاقيها، تقولي انا كان عندي ده بقى، هي فين؟ راحت فين؟ طبعا لو انت فرطتي فيها عمرك ما هتلاقيها. فالدنيا فعلا بقت صعبة قوي. حافظوا على اللي عندكم وربنا يرزقنا كلنا يا رب. طبعا موسم الكرنب الشتوي، طبعا عايزين نجيب كرنب بقى نخزنه ونحطه في الفريزر. انا لسه ما جبتش بصراحة. يعني مستنية شوية على ما اللي هو عارفين انتوا اللي هو بيبقى في طوبة، ده اللي هو بيبقى في عز الشتاء، بيبقى الورق بتاعته حلوة قوي، وهو ده بتاع الخزين بقى. في ناس بتخزن في الاول خالص، بس بيبقى في الاول اللي هو بتاع الشتاء بتاع الصيف لسه. فانا بحب اخزنه في عز طوبة كده، عشان بيبقى الورق بتاعته حلو قوي، بتستحمل التخزين. حتى لما بتيجي تطلعها من الفريزر بتبقى الورقة حلوة كده وتستحمل، ويبقى يعني حتى الكرنب المحشي كده بيبقى الله ريحته جميلة، بيبقى ريحته محشي شتوي جميل، غير اللي هو اللي بيبقى في الاول ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت جايبه خس، جايبه كرنب، جايبه طماطم، جايبه خيار، جايبه موز، جايبه نعناع. يعني النعناع ده لقيته. كنت بخزنه في التلاجة، فاللي عندي خلص، فانا جبت ربطه واحده كفايه قوي يعني. المهم يعني عايزه اقول لكم بقى ايه، ان كنا من فتره، من الروتين اللي فات تقريبا، مصورينه بقالنا اسبوع اهو. بصراحة الواحد مكسل جدا اليومين دول ان هو يصور ويعمل. ولادي عندهم امتحانات كلهم في شهادات، فربنا يوفقهم يا رب ويكرمهم. دي البطاطس بتاعت الشيبسي بتاعت المصانع. عايزة اقول لكم ان انا عملتها وطلعت تحفة 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 والله العظيم يعني. انا كنت جايبة بطاطس من اللي هي العادية دي، وجبت من دي اجرب يعني لما هي الست قالت لي. فانا بصراحة بحكاية البطاطس دي مش بصدق قوي يعني. يقولوا حلوة ونيجي نعملها نلاقيها وحشة وكده. فلما هي قالت لي والله هتيجي تدوري عليها، بصراحة حلوة جدا، فانا جبت كيلو ونص منها وقلت اما اجربها. عايزة اقول لكم في الشيبسي ملهاش حل، اقسم بالله العظيم. يعني هي شيبسي مش آلية تعملها صوابع كده، لا، انما في الشيبسي ملهاش حل بصراحة، تحفة. كنت بقول لكم ايه بقى، كنت بقول لكم ان انا ما كنتش بصور زي الاول كتير، وبنزل فيديوهات كتير عشان ايه الامتحانات وطبعا النهار قصير كده، فمش بلحق ان انا اخلص كتير وان انا اصور، والتصوير ده بياخد وقت كتير جدا يعني. الناس بتبقى مفكرة ان هو هما شوية دول ربع ساعة ولا تلت ساعة اللي هما الفيديو، لا، ده روتين بقعد اصور فيه طول اليوم، فبياخد وقت كبير جدا. انما مثلا لما الواحد بيبقى مش مرتبط بتصوير ولا مرتبط بحاجة، فالواحد بيعمل في ثانية في ثانية كده 100 شغلانة على طول، فده بياخد وقت. المهم هقول لكم ايه. ساعات بنسى الكلام والله العظيم، يعني مش عارفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا حطيت ميه للكرنب كده تتغلي.
وقلت اما اشطب الحوض، كانت الميه قطعه امبارح عندنا، فقلت اما اسيبهم بقى، حتى كنت صاحيه بدري، فانا قلت ايه قبل ما اروح السوق، قلت والله ما انا مسقعه نفسي على الصبح بالميه الساقعه دي قلت هنروح السوق واجي إيه، يكون الواحد بقى اتنشط وساخن كده شويه، يروح مشطبهم في ثانيه على طول، يعني مش بياخدوا وقت ولا حاجه. البطاطس كمان من الحاجات المهم الواحد يخزنها قوي في الشتاء. كنت السنه اللي فاتت مخزنه كميه حلوه قوي، وجت بعدها البطاطس غليت. بخزنها، بعملها صوابع بتبقى زي اللي هي بتاعت الشركات. آه، بتبقى حلوة قوي قوي. وجت بعدها البطاطس غليت، وجت بعدها مفيش. كل البطاطس اللي في السوق بتبقى من اللي هي بتتحرق، المسكرة اللي بتنحرق، يعني حتى الريحة بتاعتها بتحسي انها ريحتها مسكرة كده، هي مش بتبقى آلية دي خالص. طبعا كلكم عارفين ومجربين، يعني كلنا ملسوعين من حكاية البطاطس المقلية دي كلنا مجربين انواع البطاطس كلها. فدي مش خزين خالص. فانا كنت مخزنه كميه حلوه قوي، عايزه اقول لكم بصوا ان هي قضتني وقت كبير قوي. وكفتني، ما كنتش بشتري، يعني طول ما البطاطس مش حلوه في السوق ما كنتش بشتري خالص. وما كانش عندي، يعني ممكن كنت اجيب مثلا 2 كيلو 3 كيلو احطهم في التربو يبقوا عندي، لو عملت صينيه بطاطس حاجه. بس انما الآلية بقى كنت بطلع من الفريزر، فكل حاجه بتنفع. وكمان موسم الشتاء اللي جاي ده وكله خزين، كله خزين. عملت بقى كوبايه شاي عشان تعدل دماغي شويه. بصوا بقى هنا اهم نقطه، يعني بصوا الصينيه دي استلس اصلي، يعني ماشي مش كروم ولا كده. بقالها فتره كده الزوايا بتاعتها دي بدات تعمل صدى كده. بصوا يعني انا بوريكم ازاي، شوفوا عامله ازاي. فشايفين بقى المنظف الجميل قوي ده، الازازه دي ب3 جنيه. كل اللي انا هعمله هحط شويه منظف وشويه صابون كده على السلكه، سلك مواعين من اللي هو العادي ده، وهبدا ادعك الصينيه. هوريها لكم دلوقتي هيطلع الصدى ازاي، وهدعك بيه الحوض برضو. اي حاجه استلس، اي حاجه استلس والله العظيم بيلمعها وبيخليها زي الفل. بشوف ناس كتير قوي بتعمل منظفات وخلطات قصدي بصوا، يعني انا مش عايزه اجزم ان ده ممكن يطلع لك كل حاجه عشان ما بقاش كدابه يعني، بس انا عن تجربتي هو طلع الصدى. في حلل استانلس، كان عندي حله استانلس كده صغيره كنت بغلي فيها ميه، المهم انا نسيتها خالص على البوتاجاز لحد ما الميه ما نشفت والحله يعني احمرت كده. ما هي ما نطفتش تاني لان الاستانلس نفسه انحرق، يعني هي مش حاجه انحرقت فيها، لا هو الاستانلس نفسه انحرق. وانا كمان لما طفيتها في ميه بميه السخونيه، درجه الحراره بتاعت الحله كانت عاليه جدا. لما طفيتها في ميه الاستانلس اسود، فده عمرها ما تنضف باي نوع من انواع المنظفات. خلاص بصي الصينيه نطفت ازاي، كل الصفار والصدى اللي كان في الجوانب واللي كان جوه وبره وفي الزوايا. يعني لو في الزوايا بصي، لو تاخدي بالك ان الزوايا فيها حتت كده يعني تمويج كده، فاهماني؟ فنضف الحمد لله كله. فجربيه مش هتخسري حاجه. انما لو حله الاستانلس انت مثلا زي ما انا بقولك كده محروقه، مش محروقه حاجه اتلسعت فيها، لا يعني انا نسيتها على البوتاجاز بميه والميه نشفت قامت الحله انحرقت، يعني الاستانلس نفسه ده عمرها ما هتنضف، هي خلاص هي الحله اسودت على كده. انما لو انت عامله اكل وانحرق منك شاط في صدى في بقع من اللي هي بتبقى عامله زي الصدى دي اصفرار يعني او كده، فالمنظف ده هينضفها لك ويخليها لك زي الفل، ما تقلقيش. حاجه سهله وبسيطه وعلى قد الايد. يعني احنا دايما بنقول يعني الحاجه اللي بتبقى على قد الايد دايما يعني بنحاول ان احنا نقولها عشان مش كلنا عندنا الاستطاعه والامكان ان احنا نجيب منظفات غاليه. يعني ان كان انا ممكن اجيب من الوقت للتاني منظفات غالية، في غيري لا، ممكن انا برضو زيكم ممكن بتخلص من عندي، ما بجيبش الا بعد فترة كبيرة جدا، فمش كلنا يعني. فاحنا دايما بندور على حاجة رخيصة وتبقى نينجا
يعني اظن مش انا لوحدي، كلنا كده، كلنا بنبقى عايزين ارخص حاجه بس تكون نينجا، بتبقى لها استخدامات كتير ويبقى استخدامات حلوه ويبقى منها افاده. فالمنظف ده حلو جدا. لو انت برضو حوض المطبخ برضو من الحاجات اللي هي دايما ان ما دعكتهاش بالسلكه كده يوميا ولمعتيه هو والخلاط بتاع المطبخ والحوض برضو، دايما بتلاقيهم انطفوا. الحوض تلاقيه اسود مطفي كده. الخلاط بتاع المطبخ دون اللي هو الحنفيه يعني، بتلاقيه برضو انطفى وشكله مش لطيف يعني وكده. ده برضو حلو قوي قوي، هينضفه ويخلي لك الحوض بتاعك باستمرار الاستانلس بتاعك بيلمع وزي الفل، زيه زي البوتاجاز بالظبط. لو انت جربت الطريقه اللي احنا عملناها في تنظيف البوتاجاز، لما تولعي العيون وتحطيها على العيون كده وتدعكيها، انت هتعرفي بنفسك. اتمنى من كل قلبي والله لو حد جرب الطريقه دي ويقول لي في التعليقات. لو انتوا وصلتوا لحد هنا قولوا لي في التعليقات كده ان انتوا جربتوها وطلعت معاكم حلوه. ولو يعني لو واجهكم اي مشاكل في التنظيف برضو قولوا لي، يعني انتي نظفتيها وعمل حصل معاكي ايه زي ما انا نظفت كده وظبط معايا وطلع حلو ولا ما طلعش حلو معاكي. بس ان شاء الله يعني هو حلو جدا ورخيص، يعني هو من الحاجات النينجا جدا. خلاص هبدأ بقى ان انا اقلي. طبعا احنا هنعمل سمك اصلا النهارده، فالمحشي ده انا جايباه لبكره. فبما ان انا ما كنتش فاضيه، وبعدين قلت بقى لخمه بلخمه وكده، فانا قلت اما احضر اكل بكره كمان عشان يعني ابقى جاهزه وابقى فاضيه يعني. كان في الامكان ان انا اجيب كرنب بصراحه عشان اخزنه، بس انا ما رضيتش، قلت شويه كده زي ما بقول لكم. طبعا موسم الشتاء ده كله خزين، فيه البسله جايه، فيه الفراوله جايه، فيه السبانخ موجوده حاليا. للناس اللي هي بتحب الخضار الورقي كتير، يعني السبانخ من الحاجات الجميله جدا، تقدري تجيبيها وتخزنيها وتبقى حلوه قوي معاكي طول السنه. البسله طبعا بنخزنها جميله جدا، يعني انا لسه عندي بسله من السنه اللي فاتت. يعني البسله الجديده طلعت تقريبا ب15 جنيه دلوقتي، انا سأل عليها لسه ما جبتش والله. انا عندي من بتاعه السنه اللي فاتت والله العظيم تحفه، بطلعها اعملها كاني لسه مفرطاها حالا. فتابعيني بقى عشان الايام الجايه دي ان شاء الله هنجيب كرنب وهنجيب سمنه وهنجيب بسله وهنجيب بطاطس، وهتبقى كلها فيديوهات حلوه، هتستفادي كتير جدا. لو انت من الناس اللي هي البسله بتعمل معاكي طعم، بعد ما بتخزنيها وتطلعيها كده تستعمليها تطلع معاكي طعم مش حلو، عارفاه انت طبعا ومجرباه يعني. حاجات حلوه قوي والله العظيم، حاجات سهله وبسيطه وطرق تخزينها سهله وبسيطه، وحاجات هايفه خالص بس بتفوت علينا وبتغير طعم الحاجه من حلو من وحش لحلو، بس بطريقه سهله وبسيطه. فتابعيني بقى الايام الجايه دي ان شاء الله عشان هنعمل فيديوهات حلوه قوي قوي قوي. حطي لي بقى كومنت ولايك للفيديو الحلو ده. طبعا الناس اللي متفرجه بس وبتستخسر تحط اللايك، والله واللايك مش بفلوس يعني. يعني الناس بحس كده ان الناس ايه يعني ايه بيستخسروا يحطوا اللايك، يقول لك انت هنحط لك لايك تاخد فلوس ولا ايه على قفانا يعني. فوالله هو مش بفلوس ولا حاجه. المهم بقى تعالوا ما نعمل ايه احلى تتبيله سمك مشوي ودقه ممكن تاكليهم في حياتك والله العظيم. السمك، دقة السمك المشوي بالذات انا بحب المشوي والمقلي، يعني تتبيلة السمك عامة بحب ان انا ادقها في الهون، ما بحطهاش في الكبة ولا في الخلاط. خلاص انا هنا عندي فلفل وشطة، قرن شطة حامي كده مع فلفل قطعتهم مع توم. لو عندك قرن حامي كده تمام، احمر مثلا فلفل بارد ماشي، اللي يريحك يعني. المهم يكون في سنة مشطشطة كده عشان دقة السمك تبقى طعمها حلو. ومعايا ليمون ومعايا خل ومعايا ملح بكمون. انا هحط الفلفل قطعته حتت كده مع الملح بكمون مع سنة الثوم، ما تكتريش توم قوي يعني عشان ايه ما يبقاش ريحته مستفزه. يعني لو انت بتحبوا التوم ماشي تمام. انا هنا دقيتهم كويس قوي زي ما بقول لكم كده، ما حطيتش الخل لسه، هقول لكم بس هنحطه فين دلوقتي. هنا انا شرحت السمك، ما شرحتوش قوي عشان لما اجي اقلبه ما ينهريش مني. انا بس ايه غزغزته كده في ظهره علشان يستوي يعني، ولما اجي اقلبه يكون مستوي وحلو. هبدأ ان انا احط فيه الدقه. طبعا الدقه دي على حسب راحتك، والكميه برضو على حسب مزاجك. في ناس بتحب تومه كتير، كانت الله يرحمها حماتي كانت تحب التوم ده مليان لعينه دقه يعني من جوه كده، يعني نشيل التنظيف اللي بيبقى جوه ده ونحشي بداله كله دقه،
فانا ما بحبش كده، انا بحب حاجه بس ايه تطعمه كده وخلاص يعني. انا هحشي السمك كله. الليمون بقى معايا ليمونه كده حطيتها ببواقي الدقه اللي موجوده، وهحط سنه ملح كمان، وهحط ايه معلقه كبيره كده خل، وهرجهم كده ببعض واحطهم على السمك. هسيبه كده بقى يتبل كده مع نفسه على محشي. طبعا انا كنت ايه قطعت الورق بتاعي وغسلته وقطعته وظبطته، والخضره برضو غسلتها وقطعتها، يعني ظبطت حاجات كتير كده ايه. بس انا ما حبيتش ان انا الخمكم، لان طبعا كلنا بنعرف الحاجات دي كلها، يعني ايه حاجات سهله ومش مستاهله ان انا اظهرها لكم في الفيديو. ماشي. دي كمان الطماطم اللي احنا مخزنينها حلوه قوي، نفعتني دلوقتي. جميلة جدا يعني، ما تستهتروش والله العظيم بأي حاجة بنخزنها، وأي حاجة موجودة في البيت اوعوا تستهتروا بيها. حتى لو طماطمتين عندك هيبوظوا في درج التلاجة، دبلوا مثلا، انت تقولي ان هولع وبهدل الدنيا عشان يعني نص كيلو الطماطم دون ولا الطماطمتين دول. انا عايزه اقول لكم ان اانا بعمل ايه. يعني باجي يوم الاربعاء اروح غاسله التلاجة ومظبطاها، لو في طماطم عندي كتير تستاهل ان انا اسويها، بقطعها واسويها. مفيش مثلا كام طماطم، حتى لو طماطمتين اتنين بروح منضفاهم وعينهم في كيس في الفريزر، تنين احوشهم مثلا طماطمتين في 4 مرة 3 مرة 5 مرة كده، لحد ما اكون كميه كده واروح مطلعاها مره واروح مسوياها. ما برميش، ما استناش لما الطماطم بتاعتي كلها اللي في الدرج تدبل وتبوظ، حرام يعني. كل حاجه دلوقتي بتكلف، وكل حاجه بتبقي عايزاها ومحتاجاها وبتدوخي على ما تجيبيها. يعني انت لو انت عايزه تطبخي ومعجش فلوس تجيبي طماطم وما عندكيش، شوفي هتقعدي هتروحي فين ولا هتيجي منين؟ يا اما هتستلفي بقى من حماتك يا سلفتك يا كده، فاحنا في غنى عن الكلام ده كله. لا، تبقى الحاجه عندنا نحافظ عليها. لو طماطمتين في درج التلاجة نضفيهم وعينهم في الفريزر، مرة في مرة حوشيهم، هتبصي تلاقي نفسك عملتي كمية كبيرة كده. طلعيها في يوم وسويها برضو، ما تسيبهاش في التلاجة كده في الفريزر، تبقى طماطم يعني. انا بحب دايما ان هي تبقى متسويه ومتسبكه، ان انا اطلع. ممكن تعمليها تقليه ماشي وتعينها في الفريزر بتنفع. ممكن تعمليها معجون، انا بحب اعملها معجون بصراحه. ما بحبش برضو الصلصه، لا انا بحب اعملها طماطم معجون، تبقى معايا في كل حاجه. ان عوزتها صلصه اعملها، ان عوزتها بتقليه اعملها، ان عوزتها معجون كده برضو يبقى انا استعمل كل حاجه. فانتي احسن ليكي ان انت تعمليها معجون، ملهاش حل بصراحة، بتبقى جميلة جدا. والطماطم اليومين دول تحفة، جميلة جدا عليكي. والطماطم البلح لو هتخزني اوعي تجيبي الطماطم اللي هي البلدي المدورة دي الكبيرة دي، عارفاها؟ اوعي تجيبيها، كلها بتبقى مية وهتهدر معاكي كتير جدا. طماطم البلح احلى نوع ان انت تخزنيها، وبترمي كمية صلصة كبيرة جدا. يعني هتحسي ان انت فعلا لا انا كده خزنت وجبت كمية كبيرة والدنيا ظبطت معايا. انما المدورة دي انا هتهدر معاكي كتير جدا. انا هنا عندي حشيت، خلصت. نرجع بقى للسمك بتاعنا. طبعا كنا سيبناه بقى يجي ساعتين كده ولا ساعة، قولوا ساعة، على ما شرب من الدقة واتظبط كده. سخنت الصاجة بتاعتي. بشوف ناس بتشويه في الفرن براحتك، يعني ممكن تشويه في الفرن اللي هو الخبيث ده على طول على الصاجة كده، ممكن تشويه في فرن البوتاجاز. انا بحب اشويه على العين البوتاجاز كده على طول، بايد عينين اتنين مع بعض، والصاجة كبيرة ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، فبنجز على طول. انا هنا عملت شويه دقه كمان، لان اللي انا كنت عاملاهم حشيت بيهم السمك كله. ممكن انتي تبقي تزودي، يعني انا كنت مزوده بس انا حشيت بيها السمك، فعملت هم نفس الدقه اللي انا عاملاها في الاول، هاخد منها معلقه خلاص. فاحنا عشان كده بقولك تبقي زودي. هحطها بقى في سرفيس كبير كده او في طبق او اي حاجه. هفضيها كلها وهعصر عليها ليمونه، واحط ربع كوبايه خل كده، ومعلقه كبيره كزبره. حطيت معلقه كزبره ناعمه مطحونه، وشويه ملح بكمون. هرجرج بس كده، وعندك ايه ميه مغليه هرجرجها كده انضفها يعني، واخده فهقلبهم كده كويس مع بعض. عايزه اقول لكم التقليبه دي عملت ريحه رهيبه. هحط الميه المغليه، وهحط كمان شويه خضره من اللي انا مقطعاهم، اللي انا كنت حيشاهم دول هحطه. مش هحط كتير يعني، مش هحط كتير عشان ايه ما يضيعوش طعم الدق.
ممكن تحطي جزر مبشور لو انتي عايزة، بس انا بصراحة مش بفضله علشان بيدي سكارة كده. فانا لا، السمك بيحب الكمون، بيحب الليمون والخل. معروفة السمك بيحب التلاتة دول لا غنى عنهم. فعشان كده مش بحب احط جزر مبشور، بيغير طعمها خالص. هنا بعمل بقى الرز، وبدأت ان انا اقلب السمك زي ما انتوا شايفين كده، بدأ يعمل كل من وقت للتاني بضغط عليه علشان يبقى يخرج المية اللي جواه ويبدأ يتشوي معايا صح، يبقى مستوي وزي الفل. طبعا هنا بحمر البصل زيادة شوية، بحط قرن شطة احمر حامي، ممكن تحطيه اخضر، ممكن ما تحطوش خالص. يعني بلاش اللون. يعني انا عرفت ان في ناس بتحط لون، ما تحمرش البصل تشوحه كده وتلاقيها حاطه لون احمر وتحط الرز. طب ليه؟ ما انت عندك البصل سبحان الله الطبيعي هو، حمريه شويه وهو اصلا هيديكي لون حلو جميل جدا لوحده، من غير ما تحطي لون صناعي ولا تحطي اي حاجه، هو هيديك اللون اللي انت عايزاه لوحده. هنا بقى زودت الرز، طبعا كمية الرز اللي انت عايزاها يعني. كمان قرن الفلفل ولا الشطة اللي انت بتحطيهم مع تشويحة البصل ده بيدي رز طعم حلو قوي. وهدي وهوريكم بقى، هروح اقلع وغير هدومي حرام اتشلوحت انا النهارده. الرز بتاعي بصوا ما شاء الله خلاص، يعني فاضل له تركايه صغيره خالص. والسمك برضو بتاعي خلاص تمام، يعني قلبته على الجناب اهو. مش لازم يتحرق خالص علشان يبقى مستوي، لا مش شرط. يعني بشوف ناس عاملاه فحمه لا مش شرط والله. بص بقى هنا التركه، انه وهو سخن هحطه في الدقه، وما تقلقيش مش هينهري، مش هيجرى له اي حاجه. لازم وهو سخن، اوعي تسيبيه لما يبرد وبعدين تحطيه في الدقه، لا. والسمك سخن مولع كده تروحي حطاه في الدقه ويشرب منها كده، هتاكلي احلى سمك في حياتك. كان فيديو النهارده، اتمنى يعجبكم، وما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، ومع السلامه.